وصفات الصيف بقى الممتعة الخطيرة اللي ما ينفعش تلاجتك تكون فاضية منها خالص. تعالى اقولك على اسرع وصفات حلوة جدا تقدري تعمليها للولاد في الصيف. تنفع في النوادي، تنفع في المصايف، تنفع كمان ولو هم زهقانين طول اليوم، بحاجات بسيطة ومش مكلفة، تقريبا حاجات على قد الايد. فتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف النهاردة هنعمل ايه. هنعمل مجموعة حلوة جدا من الايس كريم البسيط الخفيف اللي هو مش مكلف خالص. معايا واحدة بس من الكنتالوب، اخدت القلب بتاعها، حطيت عليه 3 معالق من السكر وحطيته في قلب الخلاط او في الكبة، وضربته كويس جدا مع حوالي ربع كوباية من المية. تقدري تستبدلي ربع كوباية المية بربع كوباية من الحليب الساقع، يعني يكون في التلاجة. بعد كده بدأت بقى ان انا اقشر واحدة الكنتالوب. عايزة اقولك طعمه بيكون خطير. ايس كريم الكنتالوب لو انتي مش بتحبي الكنتالوب هتحبيه بسبب الايس كريم. طعمه حلو جدا والولاد هيحبوه. تقدري تستبدلي فاكهة الكنتالوب بأي فاكهة انت تحبيها. تمام كده تمام. بعد ما قطعت الكنتالوب وقشرته وسبته كده على جنب، اخدت بقى اللي احنا ضربناه في قلب الخلاط وصفيته كويس جدا من اي بذور موجودة جواه، وهحطه في كيس بلاستيك، وهحط معاه بقى قطع الكنتالوب اللي احنا مقطعينها. طبعا انت هتقطعيها باي طريقة عشوائية، مفيش مشاكل خالص. عايزة اقولك بقى متنسيش تحطي اللايك بتاعك وتعملي اشتراك للقناة لو اول مرة تشوفيني، وكمان ما تنسيش تصلي على الرسول تحت في الكومنتات. هقفل الكيس كويس جدا وهحطه بقى في الفريزر لمدة ساعتين. بعد الساعتين هيكون دوت شكله في نفس شفشق الخلاط، وهبدأ اللي انا احطه في قلب الخلاط واضربه ضربة كده لحد ما يتقل معايا ويديني القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. بصي كده ده القوام اللي انا عايزاه، اللي هو قوام كريمي كده تقيل شوية. طبعا علشان خاطر ادانا النتيجة ديت عشان احنا شلناه في الفريزر. لو مش عندك كيس بلاستيك تقدري تحتفظي بيه في اي علبة تلاجة وتدخليه الفريزر. في الوقت دوت هضرب بقى هنا في الكبة ديت، وهحط السلاح دوت اللي هو بتاع الكريم جانتيه. هبدأ ان انا احط معايا ربع كوباية من الكريم جانتيه عليها ربع كوباية من السكر البودر. لو الكريم اللي عندك محلى يبقى تمام، وهحط نص كوباية من اللبن او المية المتلجة، وهضربهم لحد ما يدوني القوام كده. طبعا لو مش متوفر عندك مضرب ولا السلاح اللي هو بتاع الكبة، عادي اعمليه في الخلاط مفيش مشاكل خالص، او في الكبة. هضربهم لحد ما الكريمة تبدأ اللي هي تتقل معايا بالشكل دوت كده. هنزل عليه بقى بالكنتالوب اللي احنا لسه ضاربينه مع بعض. هديهم الاتنين مع بعض ضربة في الوقت دوت كده عشان اعزز اللون واخلي لون الكنتالوب لونه حلو، او لون الايس كريم لونه حلو كده ولونه اخضر. هحط الوان طعام، والالوان الطعام دي بتتباع عند اي عطار، تقدري تشتري منها في البودر وفي السايل. انا عززت اللون بلون اخضر كده، اداني لون اخضر حلو قوي. هحطه بقى في اي علبة متوفرة عندي وهدخله الفريزر لمدة 6 ساعات. طبعا انا ما استنيتش عليه لمدة 6 ساعات، هو مجرد بس ما تلج معايا كده، ما كملش كمان 3 ساعات ونص، وطلعته عشان خاطر الولاد مستعجلين عليه. وهنا عملنا احلى واطعم ايس كريم طعمه حلو جدا، سهل وبسيط ومش مكلف. اي فاكهة موجودة عندك في قلب التلاجة تقدري تحوليها لايس كريم. ومن واحدة بس كانتالوب عملنا الكمية اللي انت شايفاها ديت كده. ومش بس كده، ده احنا معانا وصفات تانية كتير. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده، بس الاول نستمتع كده بالطعم الكانتالوب وهو ايس كريم طعمه خطير ولونه احلى، حاجة جديدة ومختلفة ومش متعارف عليها. جربيه وادعيلي، ما تخافيش، القلب بتاع الكانتالوب مش هيمرر معاكي ولا اي حاجة خالص. طعمها حلو جدا خطيرة، الولاد واقفين جنبي عايزين، فقلت بقى اللي انا احط لهم هما كمان. والمطة بتاعة الايس كريم جميلة. تعالي بقى هاتي باكو من الجيلي وتعالي نعمل احلى واطعم ايس كريم طعمه روعة. اي طعم انت تحبيه، انا فضلت النهاردة يبقى طعم الفراولة، فهو باكو واحد بس هيكفي معانا وهيعمل كمية كبيرة. طبعا اي شركة تحبيها، انا استعملت اللي هو الايس كريم شركة كوكس ديت بطعم الفراولة. حطيت الباكو ونزلت عليه بكوباية من المية السخنة، وهفضل مستمرية في التقليب لحد ما يبدأ اللي هو يدوب معايا تماما. طبعا بيبقى مكتوب على الباكو من بره اللي احنا بنستخدم معاه كوبايتين من المية، واحدة ساقعة واحدة باردة، فانا حطيت كوباية واحدة سخنة. تعالي بقى هنا معايا كوباية ونص من الحليب، وهحط كوباية من الكريم جانتيه المحلى، وهضربهم مع بعض كويس جدا بقلب المضرب.
وزي ما قلت لك لو عندك الكبه اللي هي فيها السلاح البلاستيك اللي بيضرب الكريمه هيبقى تمام معاكي. هضربهم لحد ما يبقى القوام بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي دوت. في المرحله ديت كان الجيلي خلاص برد معايا، نزلت بقى بكميه الجيلي واحده واحده علشان خاطر بس ما نزلش بالكميه كلها مره واحده. طبعا كل شويه بحط شويه وافضل اللي انا اضرب كده معايا. عايزه اقولك بقى الايس كريم دوت طعمه مختلف تماما عن اي ايس كريم انت اكلتيه قبل كده، وتقريبا يعني مش مكلف لان الكميه اللي طلعت من باكو جيلي واحد وكوبايه من الكريمه طلع كميه كبيره جدا بسم الله ما شاء الله. يعني البوله دي مقاسها 24 اتملت على الاخر. كده ضربتهم كويس جدا مع بعض. في المرحله ديت مستمريه في الضرب بالشكل دوت كده. تقدري تعمليه بالمضرب اليدوي بس هياخد منك وقت شويه عقبال ما الكريمه تتضرب. كده الايس كريم بتاعي خلص. انا ما استعملتش سكر لان الجيلي فيه سكر، والكريمه اللي انا مستخدماها هي محليه فهي فيها سكر، فانا ما استخدمتش سكر خالص. مسحت الاطراف واغطيها وادخلها الفريزر لمده 3 4 ساعات. طبعا هنا بعد ما قعدت في الفريزر حوالي 3 ساعات بالشكل دوت كده بقى معانا ايس كريم فراولة طعمه حلو جدا. طعمه مختلف تماما عن الايس كريم الفراولة اللي هي بالفراولة الطبيعية او بالفراولة الفريش. طعمه احلى، طعمه حلو جدا. تقدري تعملي الاطعمة اللي انت عايزاها، يعني في جيلي مانجا، في جيلي اناناس، في جيلي كريز، في جيلي كمان بطيخ. تقدري تجيبي الطعم اللي انت تحبيه وتعمليه. في جيلي تفاح زي ما انت عايز. حطيت على الوش كده صوص فراولة ودوت اختياري، بس عايزه اقولك الايس كريم فيه مطة رهيبة وطعمه حلو جدا. جربيه وعلى ضمانتي. يلا شيري بقى الفيديو دوت عشان الكل يستفيد. عايزه اقولك بقى ابعتيه كده لاختك وحبيبتك او اي حد من قرايبك على الواتساب عشان يجربوا الوصفات الخطيره. انتوا عارفين بقى دخلت الصيف والولاد بيحبوا الحاجات ديت قوي. تعالي بقى نعمل كيمو كونو في البيت بطريقه بسيطه. الاول هنعمل الايس كريم الفانيليا وبعد كده هنعمل احلى كيمو كونو طعمه حلو جدا. بشويه مكونات بسيطه كده من عندنا هنطلع احلى ايس كريم. بصي بقى ومتغطي كمان بالشوكولاته والبسكوته، وهقولك بتتباع فين البسكوته وهتبقى خطيره معاكي. جربيها وادعيلي. احلى واوفر من بره مليون مره. انت عارفه سعر البسكوته او الايس كريم دوت بقى بيتباع بكام؟ وكمان مش هننسى القطعه اللي بتبقى من تحت اللي فيها شوكولاته. معايا هنا نص كوبايه من الحليب البودر ومعايا نص كوبايه من السكر البودر. هضربهم مع بعض كويس جدا مع الاضافه لنص كوبايه من اللبن او الميه. انا استخدمت ميه. احنا هنا هنعمل الحليب المكثف. ميه سخنه علشان خاطر تدينا تيست عالي. وحطيت معاها مكعب من الزبده، ضربتهم مع بعض وركنتهم على جنب. معايا هنا كوبايه من الكريم جانتيه ومعايا كوبايه ونص من الحليب. تقدري تستبدليهم بالميه. طبعا احنا عارفين ان كوبايه الكريمه بتاخد كوبايه من الحليب او كوبايه من الميه، بس احنا مش عايزينها كريمه تقيله، احنا عايزينها كريمه خفيفه شويه، فهنستعمل كوبايه ونص من الميه او الحليب. وطبعا تكون متلجه. نزلت عليهم بفانيليا، والفانيليا مستحب اللي انت تنقيها نوعها كويس عشان خاطر تعلي التست معاكي وتخلي الايس كريم بطعم الفانيليا وطعمه يكون واضح معاكي في الاكل. ضربتهم مع بعض كويس جدا. وفي الوقت دوت هنزل بالحليب المكثف اللي احنا عملناه في البداية. طبعا تقدري تقللي الكمية بتاعة الحليب المكثف براحتك، لو عندك جاهز يبقى تمام، لو مش عندك يبقى تعمليه زي ما انا عملته كده في الاول. هنضرب بقى لحد ما يدينا القوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. كده بقى معايا ايس كريم تمام قوي. هحطه في قلب الكيس الحلواني ده اللي انا هستخدمه، والباقي هحطه في قلب التلاج في قلب علبة واشيلها في الفريزر. دوت بقى اللي احنا نعمل منه اي بولة زي اللي احنا لسه عاملينه من شوية بتاع الاناناس اللي هو الكنتالوب اسفة او الفراولة. خلاص كده بقى معانا ايس كريم تمام. هنشيله في الفريزر واخدنا نصه حطيناه في كيس حلواني علشان خاطر بقى نحطه جوه البسكوتة بتاعة الايس كريم. كده بقى معانا ايس كريم فانيليا. معايا هنا كده مكعبين او 3 من الشوكولاتة. عملت لهم حمام بخار لحد ما ايه دابت معايا بالشكل دوت كده. بس طبعا حطيت عليها رشتين 3 او معلقتين كده من الزيت عشان تبقى معايا تمام. عايزه اقولك بقى العمود بتاع الايس كريم اللي هو البسكوتة بتاعة الايس كريم دي بتتباع عند اي محل بيبيع ادوات الحلويات.
سعر العمود كله 20 جنيه، في تقريبا 20 واحدة. وممكن تلاقيها بتتباع عند بتاع الايس كريم، في محلات فاتحة كتير قوي دلوقتي حاليا بتبيع ايس كريم، فهتلاقيها بتتباع عندهم برضو. اول حاجة عملتها اللي انا حطيت شوكولاتة في قلب البسكوتة من جوه علشان خاطر تديني القطعة الصغيرة اللي بتبقى في الكونو من جوه، وكمان غلفت كده البسكوتة بحيث لما يجوا ياكلوها تبقى طعمها حلو. تمام كده، تمام بالشوكولاتة. نزلت بقى جوه البسكوتة بايس كريم. طبعا احنا بنلاقي البسكوتة فاضية، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نخلي البسكوتة كلها ايس كريم. فنزلت جواها بايس كريم، وكمان حطيت على وشها بولة ايس كريم زي ما انت شايفة كده، من الايس كريم اللي احنا شلناه في الفريزر. هغطيها وادخلها الفريزر لحد ما تمسك شوية. سبتها في الفريزر حوالي كده ساعة، مسكت معايا بالشكل دوت كده. طبعا انا غطيتها عشان ما تعملش كاسات من التلج. معايا بقى هنا الشوكولاتة اللي احنا لسه مسيحينها مع بعض، حطيتها في حاجة غويطة عشان تديني نتيجة كويسة. اول ما بتنزلي بالبسكوتة جوه الايس كريم جوه الشوكولاتة بتبدأ اللي هي تمسك معاكي بسرعة جدا، لان الايس كريم او بولة الايس كريم ساقعة متلجة، فهتسقع معاكي بسرعة الشوكولاتة وهتخليها تجمد بسرعة. بصي مجرد ما انا حطيت التانية، الاولانية لو تلاحظي هتلاقيها بقت اللي هي متماسكة معايا. كده خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده. يبقى عملنا ايس كريم فانيليا. تقدري لو مش متوفر عندك البسكوت تقدري تعمليه بنفس الطريقة، الحليب المكثف والكريم جانتيه ومعاه شوية حليب او شوية مية، وعملنا كمان كيمو كونو طعمه حلو قوي. جربيه هيعجبك جدا. تقدري تستبدلي الايس كريم الفانيليا باي ايس كريم احنا عملناه. واستنوا الفيديو اللي جاي هيعجبكم جدا، في وصفات للصيف روعة.